برشلونه حاليا في اوروبا ليج، يعني خسر عوائد ماديه رهيبه. ريال مدريد الفريق الاسباني الوحيد في الشامبيونز ليج، معنى كده انه كل عوائد رهيبه، معنى كده انه ماشي بشكل كويس، حقق تارجت على الجانبين اوروبيا ومحليا. فرق نقطتين لو فاز النهارده مش مشكله، كان في فرق 5 نقاط و7 نقاط ويتم التعويض سواء من قبل ريال مدريد على حساب برشلونه او العكس. فانا اشوف ان ريال مدريد لو تجاوز مباراه النهارده هيبقى الموضوع مقبول، ان انت تطلع اول مجموعه، ان انت تاني حتى فاضل توقف الدوري لفارق نقطتين، وارد ان انت تفقد نقاط مش هتفوز بكل المباريات. وانا اعتقد ان هو قادر على التدارك زي ما قال جمال جبل. بمناسبه التدارك والريمونتادا، اللفظ ده اول مره سمعته في حياتي من جمال جبل لما ريال مدريد خسر من فولفسبورغ في المانيا 2-0 في الشامبيونز ليج، ورجع في مباراه العوده سجل هاتريك كريستيانو رونالدو. كل الصحف الاسبانيه حتى شد برشا كرة رودريجو فما شيء في لحظة فكر في البنالتي، ضاعت المحاولة وضاعت الخطورة من الريال. خطيرة جدا رودريجو والتسديدة ضعيفة. تاو يمشي بالكرة الريال، تحبش تضرب عن طريق فينيسيوس في خطأ للريال. فاول مدريد حط على اليمين، يمشي بالكرة لوكاس، يلعب كرة ثانية رودريجو، يمشي بالكرة عن طريق سبينو ما يعديش ميليتاو موجود، يمشي بالكرة ممتازة في ديل، خطيرة مودريتش، وكرة الهدف الأول ضاعت على مرة ويتصدى الثانية ويضيع الثالثة، والهدف الأول لقادش، الهدف الأول لقادش. فينيش الحسم بلغة الباسكت لبقطة في المركز 19 توني كروس، يمشي لوكاس يحط كرة ممتازة جدا من لوكاس. فاسكيز كان يسجل الهدف الثاني وحاول الوصول، التوسيع من شواميني والدفاع فيني يخرج يحط بده ويربح ضربة مرمى. نعم هكذا كان ضربة مرمى للقدم المباراة في دقيقة 52 مسجل الكريم.